العجل المعاق غادي يتذبح وغيتفرق على الناس. هذا هو الراي اللي قالوا لي بزاف ديال الناس اخواني الكرام. قالوا لي اخويا مصطفى انت باغي تخلي العجل عندك، وفعلا جاو بزاف الناس قالوا لي راه صحابنا كبعتي لي ان العجل تبارك الله راه في الفيديوهات ما كيبانش، راه واحد الفخامه وواحد الجسد كبير تبارك الله، والشحمه ما كايناش. قال لي زعما انت درتي معاه مزيان بقى عندك، وقلت لي راه مازال غادي يبقى العجل، مازال غادي يبقى غير الختام مع العجل، يعني يقدر يضرب واحد المده الله اللي عالم بها، ولكن في الاخر ديالو ولا بد الا ما ماتش يعني ولا بد غادي نذبحوه. فقال لك نتفارضوا ليه، نديروا ليه الثمن ديالو، نتفارضوا ليه وذبحيه عندك في المزرعه وفرقيه على المساكين والايتام والمحتاجين. فكيبانت لكم الفكره اخواني الكرام. يعني احنا العجل راه نتوما كتشوفوا راه واصل، راه تبارك الله واحد 750 كيلو ولا 700 كيلو تبارك الله اللي كاينه دابا، ومع ذلك انا مخليه ومازال غادي نخليه، ولكن نهايه الامر لان لكل شيء نهايه، واخا تكون قصه زوينه او بدايه زوينه خاصها تكون عندها نهايه. فالنهايه يقدر يتذبح في المزرعه ويتفرق على الناس المحتاجين والايتام وهذاك، وحنا اللي غادي نوصلوا كل حاجه للبلاصه. كيبان لكم الفكره اللي اقترحوا الناس او اقترحنا عليهم او ناقشنا مع بعضياتنا، كيبان لكم اخواني الكرام. فانا عارف دابا بزاف ناس عزيز لي العجل الفكره ديال انه يتذبح ما غيتقبلوهاش، ولكن خاصك ديما تفكر بالمنطق. حاليا راه ما عنده ذبيحه، حاليا راه باقي اخواني الكرام، ها انتم انا راه باقي معاه في الكلمه. شوف العجل راه ولا تبارك الله راه شي حاجه ما نهضروش، سمعتي شي حاجه خياليه في المليح بالنسبه للرؤيه والزاويه والصيغه ديال الجزيره. العجل ولا شي حاجه تبارك الله، ولكن بعد مده يعني بعد صحبه بعد رفقه في الاخر اش تقول لي بعد الصحبه غتغدر به؟ ماشي غدر اخواني الكرام، اللي داز واحد المده طويله والعجل تقال صافي ودار او دوز ما قسم لي الله. فقال لك الناس في هذيك النهايه شد العجل يتفارضوا لي الناس، دير لي الثمن يتفارضوا لي الناس وذبحيه وفرقيه على يتذبح في المزرعه ويتفرق ويمشي الناس اللي محتاجه. فشنو بالكم هذه الفكره اخواني الكرام؟ شوف ديك المره كنهضر لي على العجلات كان كيدور ودنو هنا، دابا كنهضر على الذبيحه ودور ودنو هنا زعما الموجات الصوتيه ما غتدخلش. عنده الحق. المهم شوف هذه الهضره ماشي لك انت، راه كاين واحد العجل في اسيا مور الكاره اتجاه ديال بن حمد تماك، وما تنهضرش عليك تا تيتر هنايا، انت ركن من اركان المزرعه تبارك الله. اللهم بارك اخواني الكرام. اجي تشوف السي عازم ملي كنقول الناس راه مليح، ها انتم بعد شويه باش يشوفوا الشكل ديالو كامل راه صطافيت تبارك الله. راه شحال ديال الناس كيجيو عندك يقول لي اخويا مصطفى واش هذا العجل هو اللي كيبان في هذاك؟ راه تبارك الله في الفيديوهات راه كيبان صغير وراه كبير تبارك الله. قرب السي عازم نشوفوا الشحمه، ها انتم هز البورطابل فوق شويه شوفوا الشحمه اخواني الكرام، ها بلا الشحمه شوف ما كاينش كراند الشحمه ما كاينش. يعني العجل باش نكونوا صريحين سير استاذ ليه العجل باش نكونوا صريحين يعني ماشي مخلينه هو ديك البقاء ديالو عبء علينا، لا راه حتى هو باقي كيزيد. يعني راه كاين الناس اللي بلا اعاقه بلا استثناء كتشد عجل بحال هذا وتخليه يضرب هذه المده، باش ماشي نقول لكم انا لا كان يعني انا كنوكلو هو عبء عليا، الحمد لله باقي كيزيد، هو واخا ما يبقاش يزيد غادي يبقى غير ختام ومسك. كنناقشوها دابا اخواني الكرام. شي كدا ليا قال لي انا راه كنضرب هذا هو اللي كاين اخواني الكرام، وتحياتي للجميع.